لكم التحية سيداتي وسادتي من الفضائية الإريترية في مستهل لنشرة أخبار المساء، وأستهلها بأبرز العناوين. توضيح من رئيس اللجنة الوطنية للاحتفالات. مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 21. السدود المشيدة في سنوات الاستقلال تسهم في التنمية الزراعية. أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية. إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية وسط تباين الخطوط الحمراء. حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد تخلي أن الاستعدادات اكتملت للاحتفال بالذكرى 34 للاستقلال الذي سيحتفى به تحت شعار خطنا درعنا المنيعة. وقال السفير زمدي أن الاستعدادات لاحتفالات عيد الاستقلال هذا العام بدأت مبكرا عن الأعوام السابقة، وقد نظمت بتقسيم الفعاليات إلى 3 فئات، بما في ذلك يوم الاستقلال في أسمرة من 16 إلى 23 من مايو، بالإضافة إلى الأنشطة الاحتفالية في الأقاليم والاستعدادات التي تقوم بها الجاليات الإريترية في الخارج. وذكر إن برامج يوم الاستقلال بدأت بالفعل، بما في ذلك مسابقات كأس الاستقلال الرياضية في المناطق التي بدأت قبل شهرين، ويوم مدارس المنطقة المركزية الذي بدأ في مايو. وذكر إنه سيتم تنظيم عرض ثقافي ترفيهي للأطفال في ساحة الفاتح من سبتمبر في 16 من مايو، وعرض موسيقي للمعاقين في ساحة الفاتح من سبتمبر في 17 من مايو، وبرنامج ثقافي وفني في سينما روما في 18 من مايو، ثم في 19 من مايو، إلى جانب برنامج ثقافي على مستوى المديريات يبدأ من منطقة شدة وينتهي في ساحة الفاتح من سبتمبر. كما سيتم تنظيم احتفالات شعبية وعروض موسيقية من قبل 12 مجموعة ثقافية في شارع الحرية يومي 22 و 23 من مايو، وعرض للألعاب النارية للترحيب بيوم الاستقلال في 23 من مايو، واحتفال رسمي في استاد أسمرة في 24 من مايو حسب ما أفاد به السفير زمده. وأشار إلى أن البرامج التي يتم تنظيمها تحت شعار خطنا درعنا المنيع تعكس النضال الواعي للشعب الإريتري فضلا عن التضحيات والوحدة الوطنية. وأضاف السفير زمدي تخلي أنه ستكون هناك بطولة لكرة القدم تضم المنتخبات الوطنية لإريتريا والنيجر وجنوب السودان بمناسبة احتفالات يوم الاستقلال. وسيكون هناك تكثيف متزايد للبرامج والمقالات بمناسبة احتفالات يوم الاستقلال والأفلام الوثائقية والتحضيرات التي تقوم بها لجنة تنسيق الاحتفالات الوطنية من قبل كافة وسائل الإعلام اعتبارا من 10 من مايو. عقد مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر في 10 من مايو جلسته 21 الدورية في مدينة عصب. وذكر رئيس مجلس الإقليم السيد علي نور علي في كلمته بأنه تم إنجاز عمل فعال العام الماضي بفضل المشاركة المشتركة للمؤسسات الحكومية والمجلس. وتم مناقشة التقارير المتعلقة بتغطية واستخدام الخدمات الاجتماعية بشكل عام، وتوفير وتوزيع مياه الشرب النظيفة والخدمات التعليمية والصحية وبرامج الزراعة والموارد البحرية، والعمل المنجز في السجل العام مع مزاياه وتحدياته. وذكرت التقارير أنه على الرغم من تزايد المشاركة المدرسية إلا أنها لا تزال تتطلب جهودا بين النساء، كما زاد الوعي الصحي. وتم تقدير دور ومساهمة السكان في برامج التنمية، وخاصة في بناء وصيانة الطرق والسدود. وحث حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي في كلمته الإدارات على السعي لتنفيذ مخرجات اجتماع المجلس نظرا إلى أهمية القضايا التي يتطرق إليها والمصحوبة بالقرارات والتوصيات. وأقر المجلس في الختام توصيات بتنفيذ التوجيهات السابقة بشكل كامل لزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية، ومواصلة أنشطة الحفاظ على المياه والتربة، واتخاذ المبادرات والتدابير لتحسين معيشة الشعب.
أعلنت وزارة الزراعة أن خزانات المياه التي شيدتها الحكومة الإريترية بقدراتها الذاتية بالتعاون مع شركاء التنمية ساهمت بشكل كبير في التنمية الزراعية عامة وتنمية الخضروات والفواكه بصورة خاصة خلال السنوات ال34 الماضية من الاستقلال. وأفادت الوزارة بأن عدد السدود ارتفع 6 أضعاف ليصل إلى 840 سدا مقارنة بحوالي 130 سدا فقط في الأيام الأولى للاستقلال. وذكر التقرير أن هذه الخزانات التي تتراوح بين السدود الاستراتيجية والسدود الفرعية وتجميع المياه زادت من زراعة الخضروات ب6 أضعاف وزراعة الفاكهة 71 ضعفا. وأشار المستهلكون في جميع أنحاء البلاد إلى أن السدود التي بنيت بعد الاستقلال خلقت دافعا كبيرا لتوسيع التنمية المروية. وتولي حكومة وشعب إريتريا اهتماما كبيرا لعمليات الحفاظ على التربة والمياه لوقوع إريتريا في منطقة معرضة للجفاف والتصحر. بناء على ذلك تم تنفيذ برامج واسعة النطاق للحفاظ على التربة والمياه في أكثر من 276 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وأكثر من 129 ألف هكتار في مجاري المياه خلال السنوات ال34 الماضية. اختتم في مندفر أمس 11 من مايو مهرجان طلاب الإقليم الجنوبي الذي افتتح في 9 من مايو تحت شعار مهرجان الطلاب الثقافي والرياضي من أجل الوحدة الوطنية. وأشاد المنظمون بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية بشكل عام وفي مجالات التعليم والابتكار والحرف اليدوية بشكل خاص. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ هبتز كيداني أن المهرجان نظم كجزء من احتفالات عيد الاستقلال، وتم توزيع جوائز نقدية وأدوات رياضية وكؤوس على الفائزين فرديا وجماعيا. شارك في المهرجان نحو 1000 طالب و100 معلم من 12 مديرية ببرامج شملت مباريات في كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، بالإضافة إلى الدراما والمعلومات العامة والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والابتكار ومسابقات الحرف اليدوية. جهة أخرى أوضح الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة بأن أسبوع التنظيمات الشبابية يلعب دورا إيجابيا في تعزيز وعي وكفاءة الشباب. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في مديرية أوردات السيد ياسين محمد نور أن الأسبوع الذي حضره طلاب المدارس الثانوية والإعدادية والشباب العمال كان بمثابة منصة للشباب لعكس اهتماماتهم وتبادل الخبرات. نظم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالإقليم الأوسط تدريبا ل30 معلمة من 22 مدرسة ثانوية في أسمرة يومي 9 و10 من مايو الجاري. ركز التدريب الذي قدمه العاملون في مجال الصحة على الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا وفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بشكل خاص. وأوضحت مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد بالإقليم الأوسط السيدة إيلسا جبرهانس إن التدريب يهدف إلى تمكين الأعضاء من اكتساب المعرفة اللازمة وغرسها في طلابهم. وحثت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي المتدربات على العمل الجاد على دور المعلم بذكر أنه من الضروري أن يتمتع الطلاب بسلوك جيد ووعي صحي عال. نظم مكتب الصحة في مديرية دك أمحري حملة توعية لمكافحة الملاريا بإدارة ضاحية مياداغا. ودعا المدير الطبي لمستشفى دك أمحري الدكتور يوسف يماني الشعب إلى الحفاظ على نظافة محيطه وتغطية آبار المياه واستخدام الناموسيات الموزعة بشكل صحيح للوقاية من المرض. كما ذكر المواطنين بضرورة التركيز على طرق الوقاية لحماية صحتهم حيث أصبح مرض الملاريا مقاوما بشكل متزايد. من جانبه دعا مديرية دك أمحري السيد يماني عبر المواطنين إلى توخي الحذر ودفن أماكن توالد البعوض. وذكر مدير إدارة ضاحية مياداغا السيد أول خير علي ذكر السكان للاستفادة من الإرشادات المهنية المقدمة لهم. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية.
أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستخفض بأكثر من 100% إلى 10%. واجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه لحملة رسوم جمركية عالمية وفرضه رسوما جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين. وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وأثار مخاوف من الركود التضخمي وأسفر عن تسريح بعض الموظفين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة المحادثات الرابعة التي عقدت في مسقط كانت أكثر صراحة وأكثر جدية. وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني إن المحادثات في الجولة الرابعة كانت أكثر صراحة وأكثر جدية، وابتعدنا خلالها من المواضيع العامة ودخلنا في مرحلة مناقشة المواضيع الأكثر تفصيلا على حد تعبيره. وتابع وزير الخارجية الإيراني أن مواقف الجانبين أصبحت إلى حد ما أقرب إلى بعضها البعض، فبالتالي يمكن القول أن المحادثات تسير إلى الأمام، ولذا تقرر استمرار المفاوضات بين الجانبين. وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي قد أكد أن الجولة الخامسة من المفاوضات المقبلة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بعد أن يجري الطرفان مشاورات مع كبار المسؤولين في بلادهم. وانطلقت الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط. أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه رسميا في خطوة وصفت بأنها تاريخية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ حل الحزب بشكل سلس ومنظم. وفي أول رد رسمي من جانب الحزب الحاكم قال المتحدث باسم العدالة والتنمية عمر تشيلك إن قرار التنظيم يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب. من جهته رحب رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نجرفان بارزاني بالقرار، واصفا إياه بأنه خطوة تمهد لسلام دائم في المنطقة. وجاء هذا التطور بعد مؤتمر عقده الحزب في 9 من مايو استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان الذي كان قد طالب أواخر فبراير بحل التنظيم وإلقاء السلاح، في أعقاب لقاءات أجراها وفد من حزب الشعوب الديمقراطي معه في سجنه بجزيرة إمرالي. انتهت رحلة المسبار السوفيتي كوسموس 482 الذي ظل عالقا في مدار الأرض لأكثر من 50 عاما بتحطمه في المحيط الهندي غربي جاكرتا. أطلق المسبار عام 1972 لاستكشاف كوكب الزهرة، لكنه فشل في مغادرة المدار ليصبح أحد أقدم الأجسام الفضائية التي عادت إلى الأرض. وعاد إلى كوكب الأرض أحد رموز سباق الفضاء السوفيتي المسبار الفضائي كوسموس 482 بعد أكثر من 5 عقود من الدوران. وقد صمم هذا المسبار في الأصل لاستكشاف كوكب الزهرة عام 1972، وبعد إطلاقه بنجاح إلى مدار أرضي مؤقت كان من المفترض أن يتم تفعيل نظام الدفع الخاص بالمركبة لإرسالها نحو كوكب الزهرة، لكن بسبب عطل حرج بقى المسبار عالقا في مدار بيضاوي يتراوح بين 210 كيلومتر و9800 كيلومتر فوق سطح الأرض. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. توضيح من رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية.
مجلس إقليم جنوب البحر الأحمر يعقد اجتماعه الدوري 21. السدود المشيدة في سنوات الاستقلال تسهم في التنمية الزراعية. أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية. إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية وسط تباين الخطوط الحمراء. وحزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.